عمرك دخلت نقاش مع حد وانت كنت على حق وناويله وطول الليل عمال تقول ده انا بكره هروح اشوف فلان ده اعمل مش عارف ايه لان انت على حق والموقف كان في صفك 100%، ودخلت عند الشخص ده اتكلمت معاه وطلعت ناسي انت كنت محضر ايه ومش عارف ايه اللي حصل في المكتب وعمال تفكر كده ايه ده، ايه اللي حصل ده؟ ما انا كنت ناوي إن اروح للمدير ده بكره اقول له الف كلمه، ليه لما شفته سكت؟ كنت ناوي اروح لزميلي ده في الشغل بكره ما اسكتش خالص واقول له انت غلطان في كذا وجيت عليا في كذا ومش عارف ايه اللي حصل لما اتكلمت معاه. دي حاجه او تقنيه في علم النفس اسمها الجاز لايتنج، وده خطر جدا لان ده بني ادم لوام دايما، طول الوقت مطلعك انت اللي غلطان وحريف في قلب الترابيزه، مش هتعرف تتكلم معاه نهائي. الحاجه الصغيره اللي انت بتقولها دي هيقلبها عليك كلها، هيمسك الكلام كله يسيب كل الكلام اللي انت بتقوله يروح جاي منقي منه كلمه ويروح جاي ماسكها لك وقالب عليك الموضوع، هيسيب كل حاجه انت بتقولها ويفتكر لك موقف عملته من 3 4 ايام ويجيبه لك من 3 4 سنين ويعمله لك، ما بينسوش حاجه. اشخاص مؤذيين جدا جدا جدا، طول الوقت مطلعك غلطان، ما بيغلطش، ملاك نازل من السماء. وجامعة هارفارد سنة 2019 عملوا بحث على الأزواج اللي من النوع ده سواء ست أو راجل، ولقى إن الشخص ده أكتر بني آدم توكسيك ممكن تقابله في حياتك. ليه بقى؟ لأن الشخص ده بيدمر ثقتك في نفسك، بيخليك طول الوقت حاسس إن أنت غلطان. في بحث اتعمل وطلعت منه واحدة كانت بتقول إن هي جوزها من كتر ما هو بيلوم عليها الست بدأت تشك في نفسها، لدرجة إن هو كان بيخليها تشك ان هي قالت حاجه، يعني هي قالت حاجه معينه او موقف معين حصل فيقول لها لا انت ما قلتيش او ما حصلش، كان بيخلي الست غصب عنها تحس ان هي بتشك في ذاكرتها وبتشك في نفسها. الست دي فعلا كانت اقرب للجنون ودخلت مصحه نفسيه واتعالجت بسبب جوزها ده. انت متخيل النوع ده من الاشخاص ممكن يوصلك لايه؟ ده كارثه بشريه انت بتتعامل معاها.